باهي مانيش باش نحكي على ايوب بوعدي، خاطر الكل كنت فرجتوا فيه وشفتوا الموهبه اللي عند الملاعب هذايا وشنو عمل في وسط الميدان ضد البرازيل. اما باش نحكي على نادي من اكثر الانديه اللي عجبوني في اكتشاف المواهب، نحكي على نادي ليل الفرنسي، النادي اللي لعب فيه ايوب بوعدي واللي كان جاب الملاعب هذايا من مركز تكوين فرنسا. خليني نسمي لك الملاعبيه اللي لعبوا في النادي هذايا واللي اكتشفهم من النادي هذايا باش تفهم فاش نحكي. على راس القائمه من نجم نحطوا كان ايدن هازار، ومن بعده تلقى جيرفينيو، تلقى فيكتور اوسيمان، ديمتري بايي، فما زاد اونانا بوتمان المدافع نتاع نيوكاسل، بيسوما اللي لعب في توتنهام، رافائيل لياو لاعب الميلان، دافيد جوناثان مهاجم اليوفي، نيكولاس بيبي زاد. شوف والليسته طويله برشا، انا متاكد باش ننسى برشا جوارات. اما باش تعرف قيمه الانديه اللي تتعامل مع كشافي المواهب واللي عندها ناس عندها عينين على الملاعبيه، ماهيش تتعامل مع سمساره، خاطر في الاخر الملاعبيه هذوما استثمار كبير للنادي. كان تشوف اللي سميتهم لك نادي ليل قداش جابهم وقداش من بعد باعهم، وواحد كيما ايوب بوعدي معناتها جابته بلاش، هو صغير من مركز تكوين، شوف توا قيمته التسويقيه ومن بعد كاس العالم قداش باش يسوى الملاعبيه.